السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، يا مرحبا، يا هلا، ارحبوا. ترحيب السير والمطر، الله يحييكم، مرحبا بكم ملايين. كيف حالكم وشلونكم؟ عساكم طيبين ومن الله قريبين. الله لا يسعدكم في الدنيا والآخرة ويوفقكم ويعطيكم ويرضيكم. معلش أنا اليوم اتأخرت عليكم شوي، صار عندي شغلات وكذا تأخرنا، لكن قدام ما أبدأ في القصة أنا طلبتكم إخواني وخواتي وعيالي وبناتي كلكم جميعا، الله لا يسعدكم في الدنيا والآخرة، اشتركوا في القناة، اعملوا لايكات، شير، الأمور الطيبة اللي ما تخفاكم وأنتم تقدرون ونستحب. ربعي لا تدخلون، تكفون، نخيتكم، تراني كل يوم أنا نخاكم، لكن التفاعلات والله أنا ما أبي الحين، الاشتراكات والله ها يمشي حالها، لكن إن شاء الله أنكم ما تقصرون إن شاء الله. القصة هذه طال عماركم، هذا رجل عنده أرض يبغى يبيعها، جاء شايب من ربعه يقول شايب أنا نستحي منه وأقدره، قال أنا سمعت إنك تبي تبيع الأرض، تبي تبيعها؟ قلت والله ببيعها، محتاج والله إني ببيعها. قال كم تبي فيها؟ قلت سم. قال لي ب25. يقول قلت نصيبك. يقول 25 والله ما هي قيمتها ولا حتى ربع القيمة، أنا أعرف قيمتها أقل شيء 70 حدود الكلام هذا، لكن يقول أنا أستحي منه من ربعي وقريب مني وشايب واستحي منه. ولكن بعض الناس سبحان الله العظيم يستغل حاجة الواحد، إذا شاف الواحد محتاج وعنده شيء بيبيعه يستغله. المهم قال نصيبك. يقول أعطاني 25 وأعطيته الصك وقلت خلاص بعد أتوجه أنا وياك وأفرغ لك. يقول راح من عندي، يقول بعد 3 أيام لا والله أنا راجع لي، قال يا فلان أنا هونت ما أبغى الأرض، عيالي قاموا علي يقول غالية وما أدري فيها وما تسوى الأيام هذه. قلت خلاص أبشر، فلوسك موجودة. يقول أروح للحرمة وأنا أجيب فلوس من عندها من رشوة ما نقص منها شيء، وأنا أعطيه إياه وأنا آخذ صك. قال يوم جاء أعتقد إنه بعد المغرب تقريبا، بعد المغرب يقول له والله الباب يدق. قال وأنا أروح أفتح الباب، قال والله إنه رجل. يقول أعرفه، لك والله ما أعرفه بالحيل، أعرف وجهه. سلام عليكم السلام. قلت اقلط. هو يقلط. قعد انت قهونا يوم نسولف، قال انا سمعت عندك ارض انت تبغى تبيعها، ما ادري يقول انباعت. قال لا والله ما انباعت، سيمت اسوام لكن ما انباعت. قال كم تبغى فيها؟ قلت ابغى فيها 100. قال طيب كم عشاي منها ال100 دي؟ قال لك 5000. قال شريت، بكره تجيني كتابة عدل تفرغ لي واعطيك 95,000. واصبح راح لكتابة عدل وافرغ للرجل وسلمه 95,000. وش حصل الان؟ الشايب اللي شراها ب25 جاء الخبر انه باعها ب95، وهو يقوم على عياله وهو يحط فيهم انتم ردتوني وانا من اول بشتريها ما ادري وش يقول وشوف قيمتها كم. المهم قام عليهم حط فيهم نور ما يعلو. قال هو يجيني، راح صاحب الارض قال ليش ما علمتني ان الارض تسوى كذا؟ قال يا عم انا اعطيتك اياها سفطان، انت اللي سمتها وانا اعطيتك اياها وقلت ترى ما هو حقها، انا قلت لك ترى ما هو قيمتها بس انا صابطها لك ومستحي منك، وانت اللي جيتني ورديتها، وهذا حظي الحمد لله رب العالمين، لان نيتي طيبه. صاحب الارض هذا نيته طيبه ولا يحسد احد. ويوم جاه رفيقه هذا شايب كبير وسامها بالقيمه هذه باعه، يقول والله ما هي قيمتها، لكن يقول استحيت وقلت نصيبك. بعض الناس اخواني سبحان الله العظيم يستغل حاجة الواحد، اذا شاف الانسان محتاج وعنده شيء بيبيعه يجيه ويستغله، يعطيه ربع القيمة او نص القيمة. هذا خطأ. اما اعطاه القيمة حقها الصحيحة ولا اتركها يجي واحد غيرك. سبحان الله العظيم. هذا الشايب هذا سبحان الله العظيم سامة بسومة ولا حتى ربع القيمة بعد 25,000. سبحان الله العظيم. لكن حظه صاحب الأرض صار نيته طيبة
وأموره طيبة، وكان صافط عليه، لكن الله سبحانه وتعالى كاتب لها 95,000 هذه. سبحان الله العظيم.